مباراة متباعة ب 2 مليون دولار ومجموع جوائزها 500 ألف دولار. مباراة حجزت فيها كل مقعدة في نص ساعة بس، وفي نص مليون قاعدين في قائمة الانتظار، برغم انها بتتلعب على مسافة 1613 كيلو متر من ارضها. مباراة الفائز فيها هياخد 350 ألف دولار، يعني توت على كبوته، والخسران هياخد 150 ألف دولار، يعني كسبانة كسبانة. في حاجة يا عماد. والواد الحتك والفتك اللي فيهم هياخد جايزة قيمتها 50 ألف أخضر. مباراة هيحضر فيها السبيشال 1 الاستوديو التحليلي بتاعها، ومع الأسطورة مانويل جوزيه، مع أكبر 2 إعلاميين موجودين على الساحة، إبراهيم فايق ووليد الفراج. ده مش أي ديربي ده يا صاحبي، ده الديربي الأول في الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى من أبى. ديربي القاهرة، ديربي الإثارة، ديربي الراية والصفارة، الأهلي والزمالك. يا راجل لا ده كمان أول مرة نهائي كاس مصر هيتلعب بره مصر أصلا، وكمان بحضور الجماهير. وبصراحة كده متشكرين طال عمرك على الحاجات الحلوة دي. لا أنا ما بطبلش لا سمح الله، ولكن من المفترض انها كانت تتلعب في استاد العاصمه الاداريه الجديده وبحضور جماهيري كمان. ده اللي كنت بسمعه زي اللي كنت بسمعه قبل كده، بس تقريبا طلعت صعبه عليهم اننا نشوف مصر بصوره حلوه واحنا بنتفرج على الماتش، بدل ما نقعد نقول شوف يا جدع التنظيم، شوف الاخراج، شوف منظر الجماهير، بدل ما هم بيطلعوا لنا يقولوا لنا شوف العصفوره، ونلاقيها راحت في حته تانية. هو بجد اتحاد الكوره مش عارف ينظم مباراه واحده بس؟ ابن حلال فله من جوه والله، مش زيك. مش هو ده موضوعنا. وتعالى نبص على نص الكوبايه المليان. تعرف ان ممكن الزمالك يحقق رقم قياسي على حساب الاهلي لو كسب الماتش ده؟ طبعا انت دلوقتي بتقول ازاي؟ ده الاهلي عنده 38 لقب في كاس مصر والزمالك 28، وكمان الاهلي كسب الزمالك في كاس مصر 16 مره والزمالك كسب 11. هقول لك لا 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 لا، يبقى انت ما تعرفش جمهور الفارس الابيض بيحسبها ازاي. اسمع دي، عندك مجموع مباريات الاهلي والزمالك في كاس مصر اجماليا 32 مباراه، فاز الاهلي ب 16 مره والزمالك 11 مره وتعادلوا في 5. لكن بقى وركز معايا في الحته دي كويس، اتقابل الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر بس 20 مره. انا بقول في النهائي فقط، يعني من غير الادوار الاقصائيه. الاهلي كسب 9 مرات والزمالك كسب زيهم، وتعادلوا في بطولتين، وكل واحد ساعتها كان بياخد نص لقب. ده علشان كان لسه ما اخترعوش ضربات الجزاء الترجيحيه، وكان ساعتها الرف حرام. وهنا بقى لو الزمالك كسب الاهلي في نهائي 8 مارس القادم في استاد الاول بارك في موسم الرياض، اللي هو كل 3 ايام عاملين يعملوا لنا موسم، هيكون لاول مره يتفوق الزمالك على الاهلي في الارقام القياسيه الايجابيه. ويبدأ الزمالك بفقد استحواذه في كسر أرقامه السلبية أمام المارد الأحمر. وطبعا هنا الزمالك هيضرب عصفورين بحجر، وهتكون الفرحة فرحتين، فوز الزمالك بالكاس، ومش بس كده، وكمان بطولة لجماهير الفارس الأبيض لدعم موقفهم الرجولي في موجة التحفيل الغير مباشر أمام جماهير المارد الأحمر. هتقول لي يا عم انت بتقول ايه؟ ما انا هقول لك ازاي. انت ما سمعتش مقولة ان الزمالك الاكثر تتويجا بالبطولات القارية في القرن العشرين؟ اكيد عدت عليك المقولة دي قبل كده، مع ان مفيش اصلا لقب شرفي بيحكي عن قرن غير لقب نادي القرن. انا عمري ما سمعت عن جايزة اسمها الاكثر تتويجا في قرن واحد. هو في الاكثر تتويجا بالبطولات القارية، بس دي مش حاط لها وقت، يعني مفيش لقب غير نادي القرن، وقفلت بس على كده. علشان في حالة فوز الزمالك لما تلاقي حد بيذكر قدامك رقم قياسي مش موجود اصلا، قول له برافو عليك يا حماده، شطوره هارش جاسوس أهلاوي من جيش العدو. وبس كده. دمتم في امان الله، سلام.